شايف يا صديقي الحريق اللي قدامك ده يبقى حريق لسنترال رمسيس للاتصالات اللي وقع يوم الاثنين 7 مايو 2025. في وقت تصوير الحلقه النيران كانت سبب في اصابه حوالي 20 شخص، اغلبهم بسبب استنشاق الدخان او حروق سطحيه، وحالاتهم بفضل الله مستقره. الحريق ده سبب شلل رقمي لمصر، الانترنت والاتصالات توقفوا تماما في اماكن كتير جدا. وللاسف يا صديقي نفس الحريق ده كان سبب لفرح ناس كتير جدا جدا من الشعب، عشان بعدها الانترنت بقى غير محدود والسرعات فتحت على البحري ووصلت ل 500 ميجا وجيجا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بك في فيديو جديد، فيديو على السريع كده كنت لازم اعمله، هيعرفك كل اللي حصل في حريقة سنترال رمسيس، وكمان هيعرفك ان مصر ممكن يكون فيها انترنت غير محدود والصبح كمان. واعتقد اللي حصل ده يبطل كلام كل اللجان وان مصر ما ينفعش يكون فيها انترنت غير محدود. في البداية طبعا ربنا يحفظ مصر من كل سوء ومكروه. اللي حصل مش مجرد حريق، اللي حصل النهارده درس قاسي قوي لازم نتعلم منه. اللي حصل النهارده خلى البلد كلها تتشل بسبب حريق واحد. يوم الاثنين 7 مايو 2025 الساعة 4 العصر النار اشتعلت في الطابق السابع من سنترال رمسيس العمومي. السنترال ده يا صديقي مركز مصر كلها في الاتصالات والنت والخدمات الحكوميه. الناس فوق تحت حوالين المبنى والدخان مالي المكان. المشكله انه المبنى ده مش اي مبنى، ده شريان الانترنت والبنوك والمرافق في قلب القاهره. النت ضرب وتوقف في اماكن كتير جدا، واشتغل بسرعات 400 و500 ميجا، وكمان كان بيوصل لجيجا عند بعض الناس. وغير كده يا صديقي الانترنت كان غير محدود، البنوك وقفت والخدمات الحكوميه دخلت في غيبوبه، حتى الطوارئ والاسعاف تاثرت بشكل كبير جدا. وكمان ارقام الطوارئ زي الاسعاف والنجدة كلها متعطله، ودي مصيبه كبيره جدا. يعني لو عندك حريق او حد تعبان مش هتعرف تكلم الطوارئ حتى، ده غير انه شركه زي شركه اتصالات الشبكه بتاعتها انعدمت نهائي، غير بقى الاعطال اللي حصلت في المحافظه الالكترونيه زي انستا بي وفودافون كاش وغيره. بالنسبه بقى للاصابات اتصاب حوالي 20 شخص في وقت تصوير الحلقه ديت، ممكن بعد كده الاصابات تزيد ما بين حالات اختناق بسبب الدخان وحروق سطحيه، لكن الحمد لله الحمد لله ربنا لطف ومحدش مات. ورجاله المطافي كانوا ابطال، شالوا فوق طاقتهم بجد، كل التحيه اللي كانوا بيحاربوا النار بايديهم. بس الغريب ان اللي حصل في خلال الحريق وبعد الحريق ولسه شغال في وقت تصوير الحلقه ديت، ناس كتير جدا بدات تقول النت شغال بس ما بيستهلكش جيجات، والسرعه توب التوب وصلت عند ناس كتير جدا ل1 جيجا. انت متخيل؟ ما كناش لاقيين سرعه 30 ميجا يا صاحبي، انت متخيل دلوقتي السرعه بقت جيجا؟ وعلى فكره الشبكات كانت مضغوطه وكله فاتح في نفس الوقت، ومفيش ولا تهنيج ولا تقطيع، والناس حرفيا بتحمل بال100 جيجا وال200 جيجا. حرفيا روح على جروبات الانترنت والجيمنج وانت هتعرف كلامي ده كويس. من الاخر بقى عندنا انترنت غير محدود بسرعات خرافيه تنافس اكبر الدول حواليك. في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنقول البنيه التحتيه تستحمل انترنت غير محدود، ناس كتير جدا قالت لا او شككت في الكلام اللي انا كنت بقوله، بس اللي اتقال اتنفذ على ارض الواقع. في خلال ساعات بقى في انترنت غير محدود في مصر، وما حصلش اي مشاكل من اللي كانوا بيقولوا عليها. يعني حرفيا اللي حصل ده خلى الشعب وكل المشككين فهموا الحقيقه وشافوها بعينيهم كمان. كده طبعا حجه البنيه التحتيه طلعت اشتغاله زي ما قلنا، وخطوط الارض القديمه المتهالكه فجاه السرعه فيها بقت توصل ل 400 ميجا شغاله وبتتحمل ضغط الانترنت المفتوح من غير اي مشكله. والبنيه اللي بيقولوا عليها ضعيفه ادت اداء عمرها ما اديته في عز ما كان بيقول لك في تطور رقمي واحنا اسرع انترنت في افريقيا. وكمان كانوا بيقولوا هيكون في ضغط كبير على الشبكه ومش هتعرف تستخدم الانترنت، طلعت اشتغاله برضه. وكلنا شفنا بعينينا ناس كتير جدا فاتحه في نفس الوقت وبتحمل بال100 جيجا في وقت واحد وبسرعات عاليه جدا عمرنا ما شفناها قبل كده. وبكرر لك تاني ده مش كلامي، روح لجروبات الجيمنج والانترنت وهتعرف بنفسك كلامي ده. دلوقتي ممكن كذا شخص يجي يسالني شويه اسئله منطقيه جدا، مش كل الناس كانت فاتحه في نفس الوقت، او السرعه العاليه ديت ممكن تكون جايه من ناس تانية النت فصل عندهم، فازاي تحكم ان الشبكه تقدر توفر انترنت غير محدود؟ بص، اول حاجه احنا ما قلناش ان كل الناس في مصر كانوا فاتحين في نفس اللحظه، اللي قلناه ببساطه ان عدد ضخم من الناس كان فاتح وبيسحب بيانات بشكل غير مسبوق قبل كده، لانهم لاول مره مش قلقانين من ان الباقه تخلص. روح لجروبات الانترنت والجيمنج هتلاقي الاف الناس بيقولوا نفس الكلام، انا محمل 100 و200 و300 جيجا كمان، السرعه عندي وصلت ل 500 جيجا، وانا اول مره اشوف الكلام ده في الخط الارضي بتاعي. اللعبه اللي كنت مستنيها بقالي كتير نزلتها في اقل من ساعه بسبب السرعه العاليه. يعني حتى لو النت فصل في مناطق معينه، المناطق اللي فضلت شغاله الضغط عليها ما كانش قليل، بالعكس الضغط كان غير طبيعي. المفروض لما يحصل ضغط بالشكل ده المفروض حسب كلامهم الشبكه تنهار، صح؟ انما اللي حصل فعليا السرعات عالت جدا، مفيش ولا تهنيج ولا تقطيع. شخص تاني ممكن يقول لي انت ازاي بتحكم على الشبكه او البنيه التحتيه من كام ساعه؟ الانترنت شغال بالساعات، وعموما في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده ثغره شغاله بقى لها اكتر من 14 ساعه، والناس لغايه دلوقتي بتحمل. بس هو في الاول وفي الاخر سؤال منطقي جدا، انا هرد عليه ببساطه جدا. احنا ما عملناش التجربه حصلت لوحدها. الثغره دي كانت اقرب لاختبار عفوي حقيقي غير مقصود، النتيجه كانت واضحه، الشبكه ما وقعتش، بالعكس ادت اداء عمرنا ما شفناه قبل كده. فبدل ما نرفض التجربه عشان مش كامله ناخدها كبدايه،
نراجع نفسنا، نسأل نفسنا لو الشبكة اشتغلت كده بالصدفة ليه ما اشتغلتش كده واحنا قاصدين. ممكن شخص بقى يسألنا في حوار السرعة، يعني انت مقتنع ان السرعة اللي عندك دي مش لان في 20 واحد النت فصل عندهم؟ السرعة اللي بتتشاف على الراوتر او الجهاز دي مش معمولة بالتجميع من حسابات ناس تانية النت عندهم فاصل، دي سرعة حقيقية جدا جاية من خطك المباشر. ولو الشبكة فعلا كانت بتمشي السرعة دي من خط واحد تاني عشان تعوض ناس تانية، كانت الشبكة انهارت، كناش هنشوف ولا 500 ميجا ولا حتى 50 ميجا. يا صديقي احنا مش بنقول ان الشبكة في مصر مثالية، واحنا مش بنفتي، احنا بس بنقول تجربة زي ديت لازم تفتح عينينا على الحقيقة ان في قدرة، في امكانيات، بس اللي ناقص هو القرار. وبدل ما نضحك على الناس بحجة البنية ما تستحملش، لا يا عم ابدأ على الارض واحنا هنصدقك. طيب يا عم انا هصدقك ونعتبر ان البنية التحتية في مصر زبالة ما تستحملش انترنت غير محدود، فليه ما تطبقش الانترنت غير محدود في مناطق تستحمل انترنت غير محدود؟ التجربة دي اثبتت ان في انترنت غير محدود في مصر ممكن يشتغل، والدور دلوقتي علينا نطالب، نفهم، وما نسكتش. انا بقولها ليك باعلى صوت، بلاش حجج فارغه تضحك بيها على الناس، كفايه تبيعوا الجيجا وكانها رغيف عيش، ده كمان الجيجا اغلى من رغيف العيش. الناس محرومه من حقها، ولما النت اشتغل غير محدود لمده ساعات فرحوا جدا. اغلبيه الناس للاسف كانت بتقول يا ريت الحريق ده يحصل كل يوم عشان النت يفضل شغال ومفتوح. وهي دي المصيبه، ان المواطن بيتمنى الكارثه عشان ياخد حقه. الشعب حرفيا كان في سجن وخرج منه مؤقتا، عايز تبقى محبوس فيه ولا ناوي تتكلم وتطالب بحقك؟ دي حاجه ترجع لك انت صديقي، وجات لنا فرصه ذهبيه نرجع الحمله تاني ونخليها اقوى من اي حمله فاتت. الحجج بتاعتهم خلاص كلها سقطت، دي فرصتنا صديقي وانت صاحب القرار. تعالى بقى اقول لك حاجه مش اي حد يعرفها. شايف الصوره اللي قدامك دي بقى تبقى شبكه كابلات الفايبر في العالم. شايف الجزء اللي فيه مدعكه في البر والبحر ده مصر يا حبيب قلبي. مصر هي نقطه الربط بين اسيا وافريقيا واوروبا، والمصريه للاتصالات هي اللي تتحكم في جزء كبير جدا من الكابلات الدوليه ديت. من سنتين ونص بالظبط كان في صراع كبير جدا حقيقي بين مصر والاحتلال عشان قناه بن غوريون، عايزين يحاولوا يستبدلوا مصر ومحطات الانزال بتاعتها بمحطات انزال عندهم، بس مصر كسبت يا معلم، وحطينا عليهم كمان يا صديقي. طورنا البنيه التحتيه بشكل كبير جدا وثبتنا وجودنا وبقينا مركز عالمي فعلي في الانترنت، يعني عندنا كوادر وطرق وبنيه تحتيه محترمه جدا. هسيب لك مصادر الكلام ده في الوصف، بس للاسف يا صديقي اللي مزعلني جدا اننا ربطنا كل خدمات الدوله بمبنى واحد بس، ودي غلطه كبيره جدا كانت مستحيل ينفع تحصل في اي دوله صغيره، مش هقول لك مصر. ربطنا الانترنت والبنوك والطوارئ حتى الكول سنتر اللي بيرد على المكالمات وخدمات الطوارئ التانية بمبنى واحد، كلهم في سنترال رمسيس. يعني هقول لك حاجه، اللي عايز يحتلنا النهارده او دلوقتي مش محتاج يخطط ولا ينزل بجيش، كل اللي عليه يولع سيجاره ويرميها جنب السنترال ويحط ازازه بنزين، ومبروك علينا العوده لعصر الحامي الزاجل والسحتوت الابيض. يا ريت الحكومه تراجع الكلام ده كويس جدا، لانه دي مصيبه المفروض ناخدها في الاعتبار ونحاول نحلها في اسرع وقت ممكن. وفي النهايه بقى صديقتي، اللي حصل ده يثبت ان الموضوع مش حكايه بنيه تحتيه ولا ضغط على الشبكه ولا سحر اسود، اللي حصل ده كشف الحقيقه. الشبكه تستحمل والبنيه التحتيه شغاله كويس جدا وتستحمل انترنت غير محدود، والمشكله الوحيده اننا سايبين حقنا يتباع بالجيجا. احب اقول لك يا صديقي ده انسب وقت نقدر نطالب فيه بحقنا وبقوه وبقلب جامد، من غير خوف من غير تراجع. احنا بنطالب بحق مشروع بادب باحترام، مش بنحرض ضد حد. احنا حملتنا سلميه 100%، وقلت الكلام ده في 7 فيديوهات فاتوا. احنا ولاد البلد ديت وبنحب البلد دي وبنحلم انها تبقى الافضل. وفي الاخر يا صديقي ربنا يحفظ مصر من كل سوء. الانترنت الغير محدود في مصر هيكون موجود قريب جدا، بس ده مش هيجي غير بدعمكم. روابط جروبات الحمله في اول تعليق. وبس كده يا صديقي، والسلام.